مدينة تم اكتشافها بالصدفة وبتعتبر من عجائب الدنيا السبع الجديدة. كانت مفقودة لفترة من الزمن، والعجيب إن المدينة مبنية بأسلوب عصري فريد وكأنها بنت امبارح. اتقال على اللي بنوها إنهم ما يعرفوش القراية ولا الكتابة، لكن العجيب إن المدينة مبنية بأسلوب عصري لا يناسب حضارة قديمة لم تعرف الكتابة. حكايات كتيرة وأقاويل أكتر عن المدينة دي، فتعالوا نعرف مع بعض مين هي المدينة دي ومكانها فين. قبل ما نبدأ منتظرين دعمكم وتعليقاتكم، لأن هي بتفرق معانا جدا في تطوير نفسنا والمحتوى كمان. أنا محمد فرج، وانتوا دلوقتي مشرفيني في حياة زمان. مدينة القلعة الضائعة اتبنت من شعب الإنكا في القرن ال15، والمدينة موقعها في كوزوكو في البيرو بين جبلين من سلسلة جبال الإنديز، على ارتفاع 2340 متر فوق سطح البحر. وعلى كل جانب من جوانبها في حفرة كبيرة بيبلغ ارتفاعها حوالي 600 متر. وفي سنة 1983 قامت منظمة اليونسكو بتصنيف المدينة دي في قائمة التراث العالمي، وبتعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة. قبل ما تبقى من عجائب الدنيا، يا ترى مين اللي اكتشف المدينة وإزاي؟ في 24 يوليو سنة 1911 اكتشف المستكشف الأمريكي هيرام بن غام أطلال مدينة ماتشو بيتشو القديمة والمغطاة بغابات استوائية كثيفة. المثير بقى في الموضوع إنه تم اكتشاف المدينة بالصدفة، وده كان عن طريق بحثه عن آثار الإنكا، وبعد ما تسلق لجدار جبلي محاط بصخور كتيرة وكان غير واضح من الوادي. كان المدخل اتسد بزلزال من سنوات طويلة. في اللحظة دي شاف الجدران وهي مغطاة بالأوراق والمنازل منسقة بعناية، وده اللي خلاه انه يقول لنفسه ان في مدينة كبيرة قامت في المكان ده، ليكتشف المدينة بالفعل والمخبأة وسط السحاب بتنظيمها وبنائها البديع. وبدأت ماتشو بيتشو تظهر حضارتها الرائعة رويدا رويدا أمام العالم الحديث. ولكن على الرغم من جمال وعبقرية المكان، إلا إن ده ما يعتبرش التميز الوحيد لماتشو بيتشو. لكن العجيب إن المدينة مبنية بأسلوب عصري لا يتناسب مع حضارة قديمة لم تعرف الكتابة كما قيل عنها. واتقال إن مفيش للمدينة أي سجل تاريخي بسبب اعتماد أهلها على النقل الشفوي فقط، خوفا من احتلال الأسبان للمدينة. بيزورها آلاف السائحين سنويا بسبب سحرها وجمالها. بتحتوي المدينة على شوارع صغيرة مرتبة وبنايات وقصور ومعابد وحدائق وقنوات ري وبرك استحمام. والعجيب ان المدينة بأكملها مبنية من أحجار كبيرة مرصوصة فوق بعضها، وده كله من غير أي أدوات تثبيت. وبسبب العجيبة المدهشة دي صنفت منظمة اليونسكو مدينة ماتشو بيتشو في قائمة التراث العالمي سنة 83. وفي أقل من 50 سنة منذ اكتشافها وفتحها بيزور الحديقة المعلقة أكثر من نص مليون سائح كل سنة. المدينة بيجري أسفلها نهر أولو بامبا لترسم كل هذه العناصر مشهد مهيب لهذه المدينة الغامضة. لقبت مدينة ماتشو بيتشو بالمدينة المفقودة لشعب الإنكا القديم. وأما عن معنى الكلمة ماتشو بيتشو في اللغة الإنكية القديمة تعني قمة الجبل القديم. كمان صنفت المدينة ضمن قائمة المناطق المقدسة القديمة العشرة في العالم، وده اللي كان سببه بيئتها المتميزة بالجو المقدس والسحري. كمان مفيش أي سجل مكتوب لتاريخ إنكا، لأن الحضارة الإنكية ما كانتش بتعتمد على الكتابة وتسجيل التاريخ، ولكن عن طريق النقل الشفوي. محدش من العلماء أو الباحثين عارفين تاريخ بناء المدينة أو سبب بنائها، لكن العلماء بيظنوا إنها لم تكن للمعيشة وإنما كانت لتقديم القرابين. الظن ده جه بناء عن إن العلماء وجدوا جثث أعداد كبيرة جدا من النساء في المدينة، وده الأمر اللي بيتوافق مع ما نعرفه من عبادة شعب الإنكا للشمس، وظنهم إن النساء هن بنات الشمس المقدسة. وبيعتقد إن شعب إنكا القديم في هذه المدينة لم يرغب في احتلال الأسبانيين للمدينة واختطاف حضارتهم الباهرة، فبقوا صامتين لم يتكلموا عنها أبدا. وإلى جانب ذلك بنيت المدينة على قمة جبل محاط بغابات كثيفة لم يجدها الأسبانيين. كمان توقع البعض إنها بنيت في أواخر القرن الخامس عشر عندما وصل إمبراطور إنكا إلى ذروة مجده، وكانت المدينة مكانا لتقديم القرابين والأنشطة الدينية الأخرى.
وفي ماتشو بيتشو الكثير من الحدائق والأروقة والبنايات والقصور الفخمة والترع وقنوات الري، وبتربط السلالم الحجرية بين الحدائق والشوارع المختلفة في الارتفاع. وقال كل اللي بيزورها إن المباني الحجرية معجزة صعبة التصديق، وقال بعض الناس إنه من المستحيل إن يكون شعب أنكا القديم قد بنى هذه المباني العجيبة بدون أدوات حديثة ومعارف معمارية وهندسية. فخمنوا برضو زي حكاية الأهرامات إن الكائنات الفضائية هي اللي نزلت للمكان قبل آلاف السنين وبنت المدينة، أو بناها إله الشمس وغيرها من الحكايات الخيالية. ومهما كانت كيفية بناء ماتشو بيتشو بيدفع وجودها الناس إلى المزيد من الاكتشاف والتعرف على هذا الشعب القديم والذكي. كمان بتلقب ماتشو بيتشو بالحديقة المعلقة لأن هي مبنية على قمة جبل شديد الانحدار. وتوصل شعب الأنكا إلى بناء دولة العدالة الاجتماعية من خلال وضع القوانين، فكان لكل عائلة مقدار معين من محصول الأرض. كانوا يحيكون ملابسهم ويصنعون أحذيتهم بأنفسهم، كما كانوا يسبكون الذهب والفضة أيضا. وكان العجزة وكبار السن والمرضى والفقراء يلقون رعاية رهيبة من المجتمع. استأنفت المدينة استقبال السياح مرة أخرى في فبراير بالعام اللي احنا فيه، وده بعد تعليق الدخول ليها في شهر ديسمبر ويناير اللي فاتوا بسبب الاضطرابات الاجتماعية في بيرو. ولكن وزارة الثقافة البيروفية قالت لازم نفتح أبوابنا مرة تانية للسياح، لأنه اقتصاد يا محترمين، مش هزار ولعب بمقدرات البلد. لو اتكلمنا على الحياة السياسية في الأنكا، كانت العائلة هي المقياس الرئيسي في التقسيمات الحكومية، حيث أن لكل 10 عائلات قائد مسؤول عنهم أمام الكباتن اللي بيشرف بدوره على 50 عائلة، كما أنه بيشارك في الحكم. وقد اعتمد الأنكا قانونا صارما بأن يعاقب كل لص أو كاذب أو كسلان، والقانون ده مشي بقوة على كل فئات الشعب المختلفة بدون تمييز. يا ريت يتطبق القانون ده في كل بلادنا العربية، مش هنلاقي واحد مكسل عن أداء واجبه أو بيفكر بس إنه ينهب مقدرات الأمم والشعوب. احنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الماضي. فريق عمل حياة زمان واستوديو حياة زمان نتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. سلام عليكم ونشوفكم على ألف خير.